السلام عليكم، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ النهارده هوريكم فيديو سريع كده اشكال وانواع العربيات اللي انا بنزلها مصر. ايه العربيات الحوادث اللي احنا بنجيبها؟ العربيات الحوادث دي بتبقى في حاجات حوادث خفيفه وفي حاجات بتبقى حوادث جامده، طبعا على حسب رغبه العميل. ايه العربيات اللي انا بنزلها دي؟ بتبقى على جوابات ذوي همم، وبتبقى على مبادره المغتربين بالخارج، والعميل بيبقى عارف كل حاجه في العربيه. كل العربيات المتخبطه ايه، هوريك عينه صغيره من العربيات اللي انا بنزلها او اللي انا بطلعها. دي اول عربيه يا جماعه معانا النهارده، شيفروليه ماليبو موديل 21 هتنزل مصر على جواب ذوي همم. العربيه دي فيها خبطه من قدام، العميل عارف بكل حاجه، مش فاتحه غير اير باج واحد، والعربيه بسم الله ما شاء الله عليها جميله جدا جدا والله العظيم. ربنا يبارك له فيها ويديله خيرها ويكفيه شرها. عربيه كمان من العربيات اللي خارجه النهارده، شيفروليه ماليبو موديل 2016. العربيه فاتحه الايرباجين دول، العميل عارف بكل خبطتها، فتحه سقف بانوراما الكامله، فيها شغل بسيط في العفشه، فيها حاجات بسيطه جدا جدا من قدام. كل الكلام ده تظبيط عادي جدا، يعني اكسدام حتى لو هيترمي ويتغير العربيه زي الفل بسم الله ما شاء الله. دي عربيه كمان يا جماعه من اللي احنا هنطلعها دلوقتي، هيونداي اكسنت موديل 21 هتنزل على مبادره المغتربين بالخارج. العربيه فاتحه الايرباج ده والعميل طبعا عارف، فيها اندرويد اوتو، ابل كار بلاي، فيها 4 ايرباج او 6 ايرباج، 6 ايرباج العربيه، تراكشن كنترول، اي اس بي بقى، اي بي اس، كل الكلام ده. العربيه خبطتها بسيطه جدا جدا، شبكه، فانوس، والجنط، ورفرف، واكسدام، بس كده، مفيش اي حاجه في الدواخل. العربيه بسم الله ما شاء الله ماشيه قليل جدا وزي الفل. عربيه تانية من العربيات اللي انا بصدرها هي ام جي زد اس جديده زيرو. الف مبروك استاذ احمد وحيد. العربيه دي موديل 23 نازله له على مبادره المغتربين بالخارج. وتعالوا نظره سريعه على العربيه من جوه. بصمه، ستارت انجن، كراسي قماش، ما فيهاش فتحه سقف، اندرويد اوتو، ابل كار بلاي. العربيه بسم الله ما شاء الله جديده زيرو، يعني جديده. العربيه ماشيه 10 كيلو 15 كيلو حاجه زي كده. العربيه دي في مصر في سوق الجديد عامله 1,400,000 و1,500,000. العربيه دي عندي اقل من كده بكتير بكتير. عربيه كمان من العربيات اللي طالعين النهارده هي ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 22 جديده زيرو، تقفيل الصين مش موتور صيني. مبروك استاذ جمال محمد، وادي اللوجو بتاع الشركه. العربيه جديده زيرو ماشيه 20 كيلو تقريبا. فيها ايه بقى؟ فيها جنوط سبور، فيها فتحتين سقف، الدخول بصمه، ستارت انجن، كراسي جلد، كهرباء، فتحتين سقف مش فتحه سقف واحده، وفيها هاند بريك كهرباء، وفيها شويه اوبشن حلو جدا. يعني ده كفايه، ده كفايه جدا. ده الشكل القديم يا جماعه مش الشكل الجديد. العربيه دي ثمنها ممتاز بالنسبه للعربيات اللي في مصر دلوقتي او بالنسبه لاسعار سوق مصر. دي شيفروليه ايكونوكس هتطلع ايه دلوقتي العربيه على الشحن، هي كانت بتتصلح هنا، في 2 تانيين اخواتها طالعين معاها. تيجي اوريكم الاوبشن بتاع العربيه بسرعه كده. بصمه، عربيه بسم الله ما شاء الله جميله، فيها كراسي كهرباء، وفيها لين اسيست، وفيها نظام اكتيف كوليجن وورنينج. العربيه الثانيه كيا ريو طالعه ايه دلوقتي، خلاص خلصت تصليح، شهر او 35 يوم ان شاء الله توصل. اخر عربيه يا شباب اهي، هيونداي اكسنت ار بي. الف مبروك لصاحبها. واحنا دلوقتي في ارض الشحن، ادي شحن العربيات، ده المخزن بتاع ارض الشحن. الف مبروك. اتمنى تشكيله العربيات اللي انا نزلتها دي تكون عجبتك، ولو انت عايز اي عربيه من اول 230,000 جنيه لحد 2 مليون جنيه، سواء هي على جواب ذوي همم او مبادره مصريين مغتربين بالخارج، او عربيه مالك اول زيرو جديده باسمك على البطاقه، كلم ارقام المكتب اللي هتظهر لك دلوقتي على الشاشه، قول لهم انا معايا مبلغ كام، هيقول لك كل التفاصيل اللي عندنا بالظبط بالظبط. اشوفكم على خير ان شاء الله. شكرا، سلام عليكم.